جميعنا سمعنا لي هذه الأيام بقضية إيمان خليف. فكان اللي يقولوا باللي أنها امرأة، كان يقولوا باللي أنها رجل. واليوم الأولمبياد قام بالفصل في القصة وتم إثبات على أنه إيمان خليف هي امرأة. فالموضوع اليوم هو مش قضية أنه إيمان خليف إذا كانت امرأة أم رجل. المشكل اللي يطرح نفسه اليوم هو أنه كيف نقدر نقولوا أنه هذه امرأة أم رجل بالمعايير اللي كنا نعرفوها من قبل. هي أنه الرجل اللي نعرفه هو يمتلك جهاز تناسلي معين، المرأة تمتلك جهاز تناسلي مختلف. المرأة يميزها الرحم، وجود الرحم، وجود الجهاز التناسلي الخاص بالمرأة، والرجل بنفس الاشياء. المشكلة اليوم هي أنه تصنيف الرجل والمرأة لم يعد بيولوجيا، لم يعد التصنيف البيولوجي المتعارف عليه، وهو أن المرأة تمتلك رحم، أن المرأة تمتلك تفاصيل فيزيولوجية خاصة بها، أن الرجل يمتلك تفاصيل فيزيولوجية خاصة به. فاليوم تم محو هذه المعتقدات اللي كنا نعرفوها من قبل واللي موجودة منذ بداية الإنسانية، وتم تغييرها إلى الكروموزومات، إلى تحليل الدم، إلى تحليل الهرمونات. لو تشوفوا أنه حتى إيمان خليف كي يتم إثبات بأنها امرأة أم رجل يحصل ذلك بالمعايير الفيزيولوجية، يعني تحاليل الدم وتحاليل الهرمونات هي التي سوف تثبت إذا كنت امرأة أم رجل. وهذا هو أخطر مشكل اليوم سوف نواجهه جميعا. إيمان خليف عدد كبير من الملاكمات ربما لأنهم ليسوا يمتلكن وجها كالأنثوي، ربما لا يمتلكن تفاصيل الجمال المتعارف عليها، حتى أنه نلاحظ أنه هذه الملاكمات أو رياضيات لا يضعن الكثير من الميك اب، كل الأمور اللي معروفة عن النساء بشكل طبيعي، فيتم توصيفهم بالنساء. وهذا الأمر اليوم أصبح لا يطال فقط الرياضيات، بل حتى العدد كبير من النساء. في أشهر السابقة تم اتهام سيدة فرنسا الأولى بأنها ليست امرأة، حتى السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تم اتهامها بأنها ليست امرأة. والأمر كله هو فقط لبعض الصور لهن في أيام الصغر، حيث تبدو هذه النساء بأنهن لسن بالجمال المتعارف عليه اليوم. فهل المرأة اليوم إذا لم تكن جميلة سوف يسمح للجميع بأن يتم اتهامها بأنه رجل؟ وهذا هو الشيء الغريب. ثالثا نمشي إلى القضية، وهو دفاع المستميت للغرب والتهجم الكبير على إيمان خليف. الأمر لا أعتقد أنه يرجع لشخصها، خصوصا الأشخاص الموجودين في أمريكا هم لا يعرفون إيمان خليف، لا يعرفون حتى القضايا بين الجزائر وأمريكا. لا توجد أي علاقة ساخنة بيننا، هم ما يعرفوش ما بيناتناش حروب أو نزاعات كبعض الدول التي تكون متقاربة معنا ثقافيا. فالصراع الآن، الأمر اللي الموجود في أمريكا اليوم هو وجود عدد كبير من الترانس في المجتمع الأمريكي، واليمين التابع مثلا لدونالد ترامب وغيره يدافعون باستماتة لطرد الترانس، وحتى لا يكونوا متواجدين مع النساء لعدم تكافؤ الفرص، خصوصا مثلا عندما يتحول الرجل إلى امرأة فإنه بنيته العضلية تسمح له رياضيا وجسمانيا للفوز والتفوق، وهذا حصل في عدد كبير من الأماكن. أيضا مشاركة الرجال ودخولهم إلى المراحيض العمومية الخاصة بالنساء. والآن مش فقط أن يقول هذا الرجل أنني ترانس أو تعتقدون أنه يمتلك جهاز تناسلي أو شيء من هذا القبيل، لا. الأمر المشكل أنه في أمريكا إذا أنا مثلا رحت وقلت لهم لي أنا امرأة، أنا أعرف عن نفسي بأنني امرأة، فلا أحد سوف يقوم بالضغط عليك، يقول بأنه امرأة، يمتلك لحية، شارب، يمتلك كل الأجهزة التناسلية الخاصة بالرجال، كل المعايير الفيزيولوجية. لكنه إذا قال امرأة وأنت قلت له لا أنت لست امرأة، فأنت هو المخطئ.
وهنا نجد الإشكالية الأكبر لازدواجية المعايير. يعني رجل بلحية بكل هذه الأمور إذا قال بأنه امرأة فلا يحق لك ولا لأي أحد بأن يقول له لا أنت مخطئ. لكن امرأة ليست جميلة وتتعارك وتنجح وتفوز إذا قالت أنني امرأة، فعليها أن تثبت ذلك بالتحاليل الفيزيولوجية، بالإثباتات العلمية، حتى لو كانت تمتلك جهاز تناسلي خاص بالمرأة. وهذا هو المشكل الكبير. كنت أتمنى لو أن المدافعين عن إيمان خليف يثبتون هذه الأمور أكثر حتى نمشي في هذه القضية بشكل كبير جدا، لأن الأمر مش متعلق بإيمان خليف أو غيرها من الملاكمات، بل الأمر يختص بالنساء. رأيت أيضا أنه الكاتبة الخاصة بكتاب هاري بوتر هي كانت من المدافعين عن النساء وأحقية النساء بأن يدخلن إلى المواجهة فقط مع النساء وعدم دخول الترانس، وهي تلاقي يعني مواجهة كبيرة من قبل النساء الترانس، لأنه في أمريكا كان يتم تمرير بعض التعريفات أنه المرأة يتم تقسيمها على نوعين. النوع الأول هو النساء، يعني كلمة النساء هي كلمة عامة، بينما يتم تصنيف النساء على أنه يوجد نساء يمرن بمرحلة الحيض وهؤلاء هن نساء بالولادة، والنساء اللواتي لا يحضن وهمن النساء. يعني هنا شوفوا الفارق كيفاش. يعني إذا تثبتي بأنك امرأة فإما أنك قد تكونين امرأة حائض، وهذا يتم تصنيفها على أنها جزء من النساء. يعني المرأة العادية اللي نعرفوها تصبح في قائمة جزء من النساء. يعني جزء من النساء هو النساء اللواتي يحضن، والنساء اللواتي لا يحضن هن أيضا الترانس وكل أنواع النساء الموجودين في العالم المتحولين إلى النساء أو المنتقلين جنسيا نحو التحول إلى امرأة. المعايير العالمية أصبحت تختلف كثيرا، ونتمنى لو أنه هذه الكاتبة أو إيلون ماسك أيضا اللي عنده ابن مثلا وتم خداعه، حتى أنه قال في أحد البودكاست بأنه تم خداعه عندما أيام كنا في الكوفيد ابنه تحول إلى أنثى. فذاك الأيام أنه تم الضغط عليه بأنه إذا ابنك لم يتحول فإنه قد يتعرض إلى إنهاك حياته، أو ربما سوف يفقد حياته، أو ربما سوف يحصل له مشكل نفسي كبير جدا، اكتئاب كبير. فالأب لم يجد أي فرصة سوى أنه يقوم بعملية التحويل الجنسي لابنه. ولهذا صار في أمريكا اليوم عدد كبير من المحافظين اللي هم معارضين للتنوعات الجنسية هذه، معارضين للتحولات الجنسية، معارضين للLGBTQ+. فهم يشوفوا أنه اليوم هي هذه فرصتهم حتى يتعاركوا ضد الترانس جندر. لكن إذا تأكدوا من الحقائق، نتمنى أنهم يكونوا يعني متفتحين أكثر ويسمعوا الحقائق وما يغمضوش عيونهم. إذا كانت بما أنه إيمان خليف أثبتت بأنها امرأة، وهذه هي مشكلة اليوم، أنه حاولوا أنه يثبتوا بأنها امرأة، ما يهم أنه يدخل في قضية أخرى اللي هو كيفية الدفاع عن المرأة إذا لم تكن تمتلك جمال أنثوي، وندافع عنها ونقول بأنها امرأة وليست رجل. أنه اليوم ما واجهناش هذا الأمر مع الرجال، خصوصا أنهم مثلا إذا دخلت متحولة جنسية إلى ذكر ودخلت في المنافسات الرجالية، لماذا لا أحد يعني يتكلم عن هذا الأمر؟ لا أعلم، لم تحصل هكذا مشاكل. لكن معظم المشاكل اللي حصلت مع المتحولين هي تحول الرجال إلى نساء، وهذا اللي أثر على تكافؤ الفرص بينهم وبين النساء. شفنا هذا الأمر أعتقد أنه مصطنع أكثر، خصوصا أنه الأولمبياد الفرنسي كان يركز اليوم أكثر على الترانس جندر، وهي قضية تمرير شيء نوعا ما من مثل ما نقولوا أنه يوجد الأولمبياد اليوم
متنوع إلى نوعين. يوجد أولمبياد الأشخاص العاديين الذين يمتلكون بنية جسمانية عادية اللي هو نشاهده اليوم، بينما يوجد أولمبياد آخر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة. فهذه فرصة أنه يوجد نوعين من الأولمبياد لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يقدرون على القيام بالرياضة بالشكل طبيعي لأسباب يعني جسمانية وصعوبات جسدية. من جهة أخرى الترانز اليوم سوف يطالبون في المستقبل، وربما سوف يحصل في المستقبل هذا، إعطاء رياضات خاصة من أجل الترانس جندر، وهذه مجرد البداية. قضية إيمان خليف هي جزء من هذه القضية، هي تمرير قوانين ومطالب جديدة بالسماح للترانس بالقيام بأولمبياد خاص بهم، بألعاب رياضية خاصة بهم. وسنشهد هذا أكثر في ألعاب كرة القدم كأس العالم في أمريكا. كان من المفترض أن يحصل هذا الأمر في ألعاب قطر، لكن لأن قطر منعت وجود أي نوع من الترويج السياسي أو الترويج للتحولات الجنسية أو الترويج إلى LGBT+، منعت ذلك قطر بكل الأنواع. فممكن في أمريكا سوف يحصل ضعف أضعاف ما رأيناه في أولمبياد فرنسا، خصوصا أنه القيم المسيحية لن يكون لها وجود، لن يكون هناك وجود لقيم كيف ما كانت. ربما لا يهم اليوم إذا كان وجود الترانس أو عدم وجود الترانس، لكن أعتقد أنه هذه القضية مش قضية إيمان خليف أو شيء من هذا القبيل. لاحظنا فيه أكثر يتحدث على إيمان خليف، وكانت في الهاشتاج هي في المراتب الأولى، خصوصا أنه إيلون ماسك من الجماعة اللي مضادة للترانسجندر. لو تلاحظوا أنه الفيسبوك أو الميتا لا يتحدث أكثر على وجود إيمان خليف أو شيء من هذا القبيل، يعني لم تكن في الترند في المراتب الأولى، بينما موجودة في المراتب الأولى في الإكس. هذا يعني أنه الجماعة المضادة للترانس يحاولون منع الترانس من النجاح في العالم، وهم يعتقدون على أنه إيمان خليف هي جزء من الترانس ويتم محاربتها، بينما سوف يتم استغلال هذا الأمر من تحت الطاولة لمواجهة المجتمع العادي وصناعة أولمبياد جديد خاص بالترانس جندر. كان معكم رافع محمد محي الدين، إلى اللقاء.